شايفين؟ روعة. انا بقى ايه معايا عيش بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل النهارده الملوخية بالجمبري بالتركاية بتاعتي. التركاية بتاعتي المختلفة ان انا لما باجي اخرط الملوخية بخرطها مع ربطة كزبرة. دي اول تركاية. التركاية التانية هنشوفها. الاول انا بحط هنا زيت بالشكل ده كده، وفي هنا مقطعة بصلاية صغيرة احطها وهقلبها. البصل مش بخليه احمر قوي. معايا هنا جمبري. الجمبري دوت متوسط الحجم، وممكن الجمبري الصغير متنضف وتمام التمام ومغسول. على ان هو انا هحط انا نصه هنا في البصل ده، ونصه هخليه هعمله مع الطشه. ودي التركايه التانيه بتاعتي. هقلب. هياخد بس يشم النار. بس الجمبري يا جماعه ما بيحبش النار الكتير. الجمبري هو يا دوبك شويه صغيرين كده ويستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. يا دوبك لونه متغير. هحط بقى معايا هنا صلصة طماطم، وهسيب الجمبري ياخد ويدي شوية فيها. وبعد كده هحط معلقة توم أنا دقاه هنا مع كزبرة مع توابل مع سنة ملح، لأن أنا هزود شرب. التركية بتاعتي بقى التانية إن أنا بزود الجمبري شوربة فراخ. يبقى التركية التانية بزود الجمبري شوربة فراخ. هسيبه بقى لحد ما يفور، وبعد كده هسقط الملوخية اللي أنا مخرطاها مع ربطة كزبرة خضراء. بتدي طعم تاني ونكهة تانية، وبتبقى بالملوخية تحفة. نشوفه بقى بعد ما نيجي نحط الملوخية. هنا بقى خلاص شوربة الجمبري غليت وبقت تمام التمام. زي ما انتوا شايفين كده. هسقط فيها الملوخية. طبعا دلوقتي مفيش ملوخية. انا مخزنة الملوخية دي ومخزناها برضو، وانا قطع عليها ربطة الكزبرة الخضراء. قطعي عليها ربطة الكزبرة الخضراء، بتخليها حاجة تانية. شايفين الجمال؟ أو ممكن تشتريها جاهزة عادي. في ملوخية خضراء للي مش مخزنة بتتباع عادي، لأن احنا دلوقتي في شتاء ومفيش ملوخية. طبعا أنا هسيبها لحد ما تاخد الفورة بتاعتها. مش هخليها تغلي قوي ولا هغطيها علشان الملوخية ما تسقطش مني. وهنسيبها لحد ما تاخد غلوة كده، ونعمل الطشة بتاعت ملوخية الجمبري. هجهز بقى الطشه بتاعت ملوخيه الجمبري. شويه زيت صغيرين لان انا عندي شوربه دسمه، وحاطه اصلا زيت في شوربه الجمبري نفسه. فمش هكتر قوي الزيت علشان ما تبقاش كلها زيت ودسمه، وارجع تاني في مشكله ان هي كلها زيت. طبعا التوم هنا انا دقه التوم مع الكزبره، وبرده هحط شويه كزبره ناشفه. ادي الكزبره. اقلب تقلبتين، وارجع احط الجمبري الني قبل ما التومه تتحمر ياخد تحميره التوم، وهطش الملوخية بالجمبري والثوم.
معايا هنا الجمبري، بقيه الجمبري بتاعي انا هحطه كده بالشكل ده كده. الجمبري اللي انا هخش بيه الملوخيه. ودي التركايه التانيه بتاعتي في ملوخيه الجمبري. يبقى عندي في الملوخيه جمبري مسلوق وجمبري محمر زي ما انتم شايفين كده، شيء مع الطشه وجزء مع الشوربه وانا بجهز شوربه الملوخيه. هنا خلاص طشه الجمبري بالتومه بقت جاهزه، بس انا هشيل منها جزء كده عشان ايه، هزين بيه الطبق بالشكل ده بعد ما احط، وهبدا اضيفها على حله الملوخيه. قبل ما بضيفها بروح جاي شايله كده شويه ملوخيه وبالشكل ده. وهفضي كل ده على الحله الرئيسيه واديله غلوه بسيطه كده. شايفين الجمال والروعه؟ خلاص بقى انا غرفت الطبق بقى بريحه وطعم، والله انا نفسي يعني لو اعرف ادوقكم هدوقكم، بس جربوها بالطريقه دي، حاجه تحفه كده. هنا الطبق اللي فيه شويه الجمبري بتوع الطشه، انا بحب احط هما كده كده هيسقطوا في الطبق، بس هي بقى عاده كده يعني، احب احط حبه كده في قلب الطبق. شايفين الجمال؟ شايفين؟ روعه. انا بقى ايه، معايا عيش بلدي وهعمل ودن قطه واعيش حياتي يعني، سخنه، بس انا مش هستنى يعني لحد ما تبرد. بألف هنا. مم.